جديدة وأم الدنيا. كلام كتير حول رحلة العائلة المقدسة في مصر وأماكن متميزة بعينها وأديرة كتير زارتها السيدة العذراء مريم والسيد المسيح. مشاكل كتير حول هذا الأمر. هنفهم أكتر النهاردة. معانا أستاذة نيفين عزت، مسوق لرحلة العائلة المقدسة ورئيس مجلس إدارة إيجي أكتيف المالكة لمنصة أورجانا للتصدير. مساء الخير يا فندم. اهلا بيك، ازيك؟ الحمد لله. الحمد لله بسلامتك. شكرا. أستاذة نيفين، حضرتك مسؤولة، والاسم حضرتك دايما المتصدر المشهد في مسار العائلة المقدسة. مشاكل كتير قريب حصلت حول المشروع المقدم من قبل أحد النواب، والكنيسة أنكرت تماما إن ليها علاقة بهذا المشروع. لا، هي الكنيسه كمان مش بس انكرت، هي قالت هي ما تعرفش حاجه عن الموضوع لانه ما تعرضش عليها اساسا، وكان في تجاهل تام لدور الكنيسه او لوجود الكنيسه في مع ان هي المحور الرئيسي لرحله العائله المقدسه. فطبعا بس اعتقد ان الموضوع ده يعني اتوقف خالص، يعني ما فيش، القانون ده مش هي، يعني هو كان مطروح للمناقشة في المجلس وبعيدا عن الكنيسة، وبالتالي هو يعني ملوش أساس حقيقي أو ملوش ظهير يقدروا يكملوا عليه، فما أعتقد إن هما ما كملوش. أعتقد يعني وكان في اجتماع مجمع مقدس في الفترة اللي فاتت حول هذا الأمر. لا، مش مع، يعني هو كان كده الاجتماع كان المجمع ده ميعاده الطبيعي، وطلع بيان في الآخر بإنه هو والبيان طلع على النت وكل الناس عملت له شير إنه هما الكنيسة قالت إن هي ما تعرفش حاجة عن الموضوع، والموضوع اتقفل من ساعتها يعني. لكن طبعا سؤالك مهم لأنه هو مدى بعد بقى، يعني احنا في غلط، انا بعتبر ده غلطة حصلت قد تكون عن عدم يعني يعني مش عايزة اقول سطحية، لكن عن حد ما شافش الموضوع من كل الجوانب، شافها من زاوية واحدة، اللي هو كان هو بيشوف يعني كان وجهة نظرهم اعتقد يعني ان هم عايزين يطلعوا قانون عشان ينظموا الموضوع، بس طبعا هم كانوا بيحاولوا ينظموه لوحدهم ومع نفسهم، لكن مع تجاهل انه في المشروع ده ليه، يعني ليه حد هو اللي المفروض يبقى على راس الموضوع واللي هي الكنيسة، فتجاهل الموضوع ده هو اللي ادى انه ما كملش طبعا. من سنوات كمان يا أستاذة نبيل قلنا إن في أفكار مقدمة من بعض رجال الأعمال حول رحلة مسار العائلة المقدسة، خاصة إن إحنا عندنا نقط كتيرة جدا زارتها السيدة العذراء مريم، وكان المشروع المقدم وقتها تقريبا قوي جدا إن إحنا هنعمل أماكن سياحية، أماكن ترفيهية للأجانب اللي جايين اللي عايزين يزوروا الأماكن المقدسة. الكلام ده على غفلة سكت خالص، وبعدين فاجئنا بالمشروع المقدم من أحد النواب. هو في الحقيقة ما فيش حد من رجال الأعمال كان شغال في الموضوع ده من ساعة ما بدأ، اللي ابتدى فيه من 25 سنة هو الأستاذ منير غبور، وهو عمل شغل كبير جدا في الموضوع وقدم خدمات كتير جدا وصرف كتير جدا، فهو الوحيد تقريبا اللي عمل ده. أي حد تاني مننا كلنا ما حدش عمل قد اللي هو عمل. لا يعني هو بصراحة دايما أقول ربنا حاطط على قلبه الموضوع ده بشكل كبير جدا، و يعني هو عنده مشروع في العذراء الزيتون هايل، يعني لو يعني يصادف ان يعني ان احنا اخدنا ميعاد منه او حاجه، هيعمل لكم برزنتيشن على حاجه رائعه، يعني عايز يعمل فاتيكان تانية في العذراء الزيتون. هينقل المكان كله في حته تاني. عنده برضه تصور رائع في نبع الحمراء، منطقة نبع الحمراء، اللي هي عند وادي النطرون، وحتة يعني هو دايما دماغه بتروح في حاجات فعلا حقيقي محدش باصص لها. هو عنده ميزة في حاجتين، ان هو سياحة، يعني عنده شركة سياحة بقالها يعني ما اعرفش تقريبا حاجة و30 سنة او حاجة و40 سنة، يعني مش عارفة من امتى بالظبط، بس يعني من زمان جدا. فهو
هو طبعا عنده فنادق، فهو طبعا اوتيلير يعني. فبيفكر من ناحية السياحة، زائد ان هو بيفكر برضو من ناحية الرحلة وناحية الناحية الكنيسة الدينية. والناحية الدينية. فهو بيعمل عنده المزيج ما بين الاتنين. مم. آه، فهو الوحيد اللي تقريبا كان من ناحية رجال الأعمال. واللي أنا شفته يعني إن هو بيعمل ده حقيقي بجد. أنا مش شايفة إن هو باصص لها من ناحية اقتصادية. استثمارية يعني. مش حد بيفكر هياخد إيه العائد الاستثماري اللي هياخده، بالعكس. لكن عنده أفكار هايلة جدا. كل الأفكار والمشاريع بتاعته على اللونج تيرم انفستمنت، وهتبقى ليها عائد كبير جدا على البلد وعلى المشروع نفسه وعلى الكنيسة وعلى المناطق المحيطة، قد ايه هيحصل فيها تنمية. انت لما تدخلي سياحة وتدخلي السياحة دي هتعوز بقى مشاريع. انت عندك السوفينيرز، احنا اكيد مش السوفينيرز مش هنروح نستورد من الصين. فانت هتقعدي تعملي حاجات من مثلا من الجبس، تماثيل. وليها علاقة بالحدث. طبعا ليها علاقه بالحاسب، بس انا قصدي الماتيريال، الرو ماتيريالز بتاعت الحاجات دي موجوده في مصر. انت هيبقى عندك رو ماتيريالز من مصر، عندك الشباب هتدربيها عشان يعملوا مشاريع صغيره او متناهيه الصغر. وبالنسبه للاكل، احنا ما عندناش حاجه اسمها، ما عندناش ايجيبشن كوزين. فانت هتقدري تعملي ده من خلال المشروع رحله العائله المقدسه، لان انت هتقدمي كل الاكل المصري. انت عندك كمان الرحله علشان هي جايبه من بحر القبلي، فانت عندك نوعيات اكل هنا وهنا وهنا وكالتشرز يعني بتاعت كل مكان والطبع بتاعها. ان الحضاره القبطيه والحضاره المصريه هي حضاره حيه مش حضاره ميته. مم. فانت في ناس لسه لغايه دلوقتي في الصعيد بتتكلم صعيدي، لغه مصريه، يعني لغه مصريه قديمه. وفي ناس كتير قوي عملت فيديوهات على الموضوع ده. طبعا. مم. طيب ايه الافكار المقدمة علشان نقدر نحيي مشروع ضخم زي مسار العائلة المقدسة؟ ممكن نعمل ايه علشان خاطر نجذب اكتر؟ وانت عارفة ان السياحة الدينية من اهم السياحات الموجودة حاليا في مصر. السياحه الدينيه يعني مهمه جدا، لانها سياحه لا يعني لا تتأثر ب مثلا بحروب، ب يعني أنا فاكرة إن في رفعة وقعت في السعودية من اه. كذا سنة، ومع ذلك الناس بتروح تحج. مم. فالرحلات الدينية والروحية دي ما بتتأثرش. في البوسنة والهرسك العذراء لما ظهرت هناك، الناس لسه بتروح، وكان في حرب هناك قائمة، وما تلاقيش والقدس في اكتر من والقدس. قدس. مظبوط. فالسياحة الدينية سياحة مش زي السياحة الشاطئية ولا السياحة الترفيهية. بالعكس هي سياحة. ده بالعكس، ده في ناس بتقولك أنا أتمنى إن أنا لو أنا استشهد هناك يعني. صح. ف- فما بتتأثرش. فإحنا المفروض إن إحنا نهتم بالسياحة الدينية. وإحنا عندنا حاجات، إحنا عندنا كنوز. يعني إحنا عندنا دير الأنبا أنطونيوس اللي هو أبو الرهبان، اللي هو أبو الرهبانة اللي موجودة بتاعت بابا الفاتيكان. طبعا. هي سان أنتوني. فاللي هو يعني إحنا مش مهتمين بالنقطة دي. إحنا عندنا القديسة اللي علمت أوروبا النظافة، اه. فيرينا. فيرينا، قديسة فيرينا. القديسة فيرينا. اه. عندنا رحلة العائلة المقدسة والمسار بتاعها. مم. والمسار ده يعني رحلة الهروب في الإنجيل لما اتذكرت، ما لهمش روحوا اهربوا لفوق لشمال لسوريا ولبنان وتركيا. ما لهمش روحوا ناحية العراق، ما لهمش انزلوا شبه الجزيرة العربية، قال لهم انزلوا مصر. مم. خدوا السبي وأمه وروحوا مصر. فطبعا مصر يعني ليها طابع خاص في الإنجيل، واتذكرت طبعا في حاجات تانية كتير جدا. فإحنا المفروض إن إحنا نهتم بده، لأنه يعني يخلي مسيحي العالم كله يبص على الحتة دي ويمشي المسار ده ويمشي يستمتع ويستمتع وسط الناس و... و... وهنقدر بقى هنلاقي الستات اللي في البيوت هيشتغلوا. ما احنا عايزين عشان نعمل الايجيبشن كوزين احنا محتاجين الكشك الصعيدي، ومحتاجين البيض البلدي والسمنه البلدي
انت ممكن تشغلي في الستات في شغال البيوت. عمالة طبعا حلوة أوي. وعشان تلمي كل الكلام ده انت محتاجه شباب يعملوا عربيات تمنيات صغيره كده عشان يلم الحاجات دي ويوديها لمنافذ البيع تغليف وباكجينج وحاجات كتير جدا. فانت هتعملي تنميه رهيبه في اماكن ما زارتهاش السياحه قبل كده. صح. وهتجيبي العالم كله تقولي له انت عندك كنايس بالذهب في روسيا وكنايس بالذهب في ايطاليا والفاتيكان. سيب كل الكلام ده وتعالى اتفرج على قد ايه في روح حلوه في مصر. دي حقيقة. مصر ممكن تكون ما فيهاش الحاجات الفخيمه قوي دي. الرحله كانت بسيطه ويجوا يتفرجوا على البساطه. الرحله كمان اتعملت في النيل. النهارده لو انا اخدت الناس بناي كروز من المعادي ورحنا على العذراء بياض ومن العذراء بياض على جبل الطير، الناس تستمتع وتشوف النيل وتشوف الزراعات وتشوف السماء وتشوف الجو النظيف، ان الجو هناك نظيف جدا. فتشوف الكلام ده كله وتمشي وتستمتع ويبقوا مستمتعين ويجوا مرة تانية. الفكرة بقى ان انت محتاجة تظبطي حاجات في المواقع علشان الناس تبقى مبسوطة وتعملي انترتينمنت لطيفة تليق بقدسية المكان. طبعا هتجيبي رسامين يرسموا بالقطية. انت ما تبقي تروحي راجعة بلدك مثلا، راجعة امريكا مثلا، راجعة مرسومة بالقطي فتلاقي لوحة حلوة وتحطيها في بيتك والناس هتسأل الرسمة انت مرسومة بالقطي فالرسمة شكلها غريب فتقولي انت صورتي بس بالقطي. فده نوع من كمان الدعاية الغير مباشرة. ترجعي بسوفينيرز لطيفة معمولة في مصر من خامات في مصر. في أفكار كتير قوي، في بنك مشاريع كبيرة جدا. أنا كمان بدعو كل المصريين اللي في الخارج إنه تعالى استثمر المشروع. الخط كبير وفي مشاريع حلوة كتير جدا ممكن تتعمل وهتبقى يعني حاجة promising جدا. يعني انا طبعا انا نسي انه موضوع بدل ما كان يتعمل موضوع قانون كان يتعمل لجنه. وده كان طلبي من 4 سنين. كنت عامله حاجه الورق بتاعها لسه موجود ان احنا نعمل لجنه آه، موجود فيها كل الستيك هولدرز بتوع المشروع من وزارات والكنيسه او هو الموضوع يبقى طبعا تحت قياده الكنيسه بس في كل الناس اللي موجوده علشان نقدر نطلع المشروع كامل متكامل ببنك مشروعات المستثمرين يدخلوا فيه سواء من جوه مصر او من بره مصر وشباب تشتغل وتنميه تحصل وجمعيات كمان تشتغل على تنميه الشباب اللي في المناطق المحيطه عشان يبقى لما تيجي تعملي مشروع يبقى جاهز يبقى عندك ناس تشتغل فيه. ازاي انا ممكن يعني استقطب مستثمرين بالخارج او ايه العروض اللي هتبقى مقدمه ليهم علشان خاطر هو يقدر يجازف ويجي يستثمر في ظل الظروف الراهنه اللي حضرتك شايفاها؟ وده سؤال ذكي مش عايزه اقول خبيث. بصي طبعا يعني انا ناسي انه يعني كان في وقت هيئه الاستثمار كانت معمول فيها قصه الشباك الواحد انك تروحي في هيئه الاستثمار وخاصه ان المستثمرين اللي من بره مصر وتيجي وتلاقي شويه مشاريع. بس طبعا عشان مشروع العائله المقدسه ليه طابع خاص وحتى الان انا مش شايفاه له حد اب يعني لامم الموضوع. فالموضوع تايه شويه. يعني انا النهارده مثلا كنت في بني سويف علشان انا عايزه اعمل انا من وجهه نظري عايزه اعمل فندق في دير العذراء بياض لان دير العذراء بياض هو يعني هو في النص. هو انت عندك العذراء المعادي انت عارفه هم المحرق. لا المحرق ده اخر نقطه. ده في الاخر بقى خالص. لكن انا قصدي ان انت بتبقي جايه من المعادي تاني نقطه بعدها العذراء بياض وبعدين العذراء جبل الطير وبعدين في الاخر المحرق. فالبني سويف بالنسبه لي الجو بتاعها جو شبه شويه المعادي يعني الطف كمان من تقدري تشتغلي فيه السنه كلها. المنيا واسيوط حر قوي في الصيف. فانا عايزه انه الرحله تبقى شغاله صيف شتاء. فانا مختاره دلوقتي طبعا لازم يتعمل شغل برضه في كل الاماكن التانية. انا بقول لك انا وجهه نظري ان انا عايزه ابتدي من العذراء بياض وان انا اعمل فندق كبير هناك عند الفندق وريزورت ومنتجع سياحي وخاصه ان بني سويف كمان فيها منطقه صناعيه هايله جدا. هو ما فيهاش اوتيل واحد يعني بني سويف فيها حاجات صغيره ويعني ولا حاجه فيها ولا نجم حتى. انا حتى الاوتيل اللي عايزه اعمله 3 نجوم
فعايزه اعمل فندق وريزورت و... و... وفي قدامها جزيره، طبعا كنت سالت عليها فقالوا لي دي تبع القوات تبع تقريبا القوات المسلحه، وكنت عايزاها ناخدها مثلا حق انتفاع ونبتدي نجيب الكروز عليها، يعني عندي كده مشروع كامل متكامل في الحته دي. ومن هنا يعني نايل كروز تمشي وتعدي ويبقى في ناس ساكنه وتقف عند الحته دي، والجزيره دي عايزه اعمل عليها حاجات كتير قوي، قصه الايجيبشن كوزين بكل الافكار اللي موجوده فيه، بحيث انه يعني دي من اكتر الحتت. وطبعا بني سويف في العرض النيل فيها هي اعرض حته، اعرض محافظه للنيل. فطبعا النيل منظره جميل جدا في الحته دي، وعشان هو عريض جدا بلس بقى ان قربها من القاهره، يعني انت في طريق الجيش عامله الطريق الشرقي ساعه ونص تقريبا، يعني لغايه المعادي من شرق النيل للمعادي ساعه ونص، ومنها بقى تطلعي على القاهره، يعني تروحي في اي حته في القاهره. ف... ف... فدي ميزه جامده جدا، انت مش بعيده، يعني انت ساعه وشويه تكوني في القاهره. ف... فانا يعني انا كانت وجهه نظري ان انا عايزه ابتدي من هنا، من النقطه دي. اتقابلنا طبعا النهارده، حضرتك كنت في ميتنج وكده، وصلنا لايه يعني بعد كل لا ده هي النهارده اول يوم اروح. قابلنا المحافظ النهارده وكانت مقابلته لطيفه جدا، بس الموضوع مش تحت ولايه المحافظ، فاحنا لسه هنشوف بقى. احنا يعني انا مقابلاكي بعد المقابله على طول، فلسه مش عارفه احنا هنرجع نبتدي منين او نفكر، يعني ما بقولك الموضوع مفيش، عارفه انا كان نفسي يبقى فيه هيئه او كده هي يعني اللي بتدير الموضوع. فانا حتى قلت للمحافظ هل انا اكتب لحضرتك طلب وانت اللي تقدمه يعني قال لي لا انت خاطبيهم على طول وزاره لان احنا الارض اللي عندنا هي الارض اللي عند الدير كلها ارض يعني كانت ارض زراعيه ومتبوره او ارض زراعيه، ومش يعني انت عارفه العمران في الحته دي خلاص دخل، فهي مش كلها، هي مش ارض زراعيه، لكن هي موجوده دلوقتي تحت ولايه الري. فمش عارفه لسه احنا الموضوع هيتعمل فيه ايه. في كل ده بندور على مسانده الدوله للمشروعات الخاصه، يعني خاصه السياحه الدينيه، كيفيه التواصل بقى مع اجهزه الدوله لتسهيل بعض الامور الخاصه ب سواء بناء اوتيلات، سواء كروز، تنشيط السياحه الدينيه. عملتوا ايه؟ بصي، هو اسئلتك ذكيه، بصي هي او خبيثه زي انت اللي قلتي خبيثه دي حقيقه. انا مش عارفه بالظبط، يعني انا حقيقي يعني انت بتساليني سؤال دلوقتي حالا انا ما عنديش اجابه ليه، لانه لو عندي اجابه هقول لك على طول، يعني مش هخبي عليك. لكن انا حقيقي بجد مش عارفه، هل يعني انا وانا راجعه طول السكه مش عارفه هخاطب مين، هل هخاطب وزاره السياحه يقول لي ما هو انا تخاطبيني بعد ما تكوني خصصتي الارض، ولما كلمت المحافظه قالوا لي مش تبع، يعني انا مش عارفه لسه، انا مش عارفه، انا شخصيا مش عارفه ابتدي. لكن اجهزه الدوله يعني او المنوطين بهذا الامر، مفيش اجتماعات متبادله، مفيش قاعده مع رجال الكنيسه خاصه، يعني في الاماكن يعني الخاصه بمسار العائله المقدسه، يعني مثلا زي مثلا احد الاساقفه، الانبا دانيال المعادي، نيافه الانبا دانيال يؤنس، اسيوط، كل دي اماكن حيويه جدا. وهناك يعني انت عارفه دير درونكا بيجي له من اقصى، يعني من ابعد بلاد بيروحوا يزوروا العذراء درونكا تحديدا، الدير الهايل ده. يعني انت عارفه الاثيوبيين بيعتبروا ان ده الحج بتاعهم، يعني اساسا بيقلعوا الجزم بتاعتهم على اول الجبل، يعني مش عند الدير، بيعتبروه ده المكان المقدس، يعني مش بصي انا ما عنديش اجابه ليكي دلوقتي، يعني اديني فرصه. اديكي فرصه طبعا، ان انا يعني اشوف احنا ممكن نعمل ايه، لكن انا فعلا ما عنديش اجابه.
انتوا لما جيتوا تتقدموا بتطوير مسار العائلة المقدسة وعمل مكان مخصص للسياح الأجانب إن هم هيزوروا دي النقطة دي وبعدين ينتقلوا للنقطة دي، ومجموعة من المرشدين السياحيين يفهموهم الوضع ماشي ازاي في مسار العائلة المقدسة. كنتوا ناويين تعملوا ايه؟ مين انتم؟ يعني مجموعة الأفكار اللي حضرتك اتقدمتي بيها مثلا النهارده. ما هو يعني بصي، انا اتقدمت، انا وكانت وجهة نظري ان انا اروح اتقدم للمحافظة، بس طلع انه انا تفكيري كان غلط يعني، او مش هو ده الصح، او مش هو ده احسن حاجة. انا مش عارفة، وانا قلت لك مش عارفة يعني لا، عايزة ارتب افكاري تاني. انا لو عندي جهة واحدة ماسكة الموضوع ده تعرفي هعرف تتجهي ان انا اتجه ليه، وهم بقى يوجهوا داخليا او تسهيل الامور، يعني على الاقل تسهيل بعض الامور. حاليا ما فيش يعني ما فيش يعني انا اقترح انه مجلس الوزراء يعني يعمل لجنة مع الكنيسة، ويبقى كل الوزارات المعنية، وزارة التخطيط، وزارة التنمية المحلية، وزارة السياحة والآثار، وزارة الثقافة مهمة جدا. أنا نفسي كمان التربية والتعليم، علشان عايزين ندخل رحلة الآية المقدسة في وزارة، عشان الناس الأطفال في المناهج التعليمية. وكمان تقدري كمان مثلا في مرشدين سياحيين يبقى في جزء منه في الإرشاد، علشان الناس كلها تتعلم وتتثقف في الموضوع ده، زي الآثار الفرعونية ما هي موجودة والناس بتدرس، برضه الناس تدرس ده. أكيد. الخطوات اللي جاية اللي احنا ممكن نمشي عليها في الفترة اللي جاية علشان ننمي هذه المسيرة. يعني احنا عندنا نقط، يعني أنا كنت عايزة أقول لحضرتك إن أنا كنت امبارح في العزبوية. حلوة يعني كنيسة هايلة جدا، بس جوه حاجات، يعني جوه شوارع صغيرة، بيوت قدامها لازقة في الكنيسة كده، المباني القديمة قوي، فممكن الأماكن دي تكون خطر على بعض الناس. بس شكل بيخلي شكل مصر مش حلو، بيخلي شكل مصر عشوائي. يعني انا عشان اخش لها ده موال غريب، زي ما يكون بنجيب الناس انهم تعالوا اتفرجوا على العشوائيه اللي عندنا. ده نفس القصه اللي في شجره مريم، تروحي تشوفي تكاتك وتشوفي ناس راميه زباله هناك. الدوله حاولت كذا مره، الموضوع غريب جدا. ده انا عايزه اقول لك ان شجره مريم ارحم من العزبويه، يعني الشوارع الضيقه. لا، في فتره بعد ما شجره مريم اتوضبت وكده، لقيت انه بيرموا زباله هناك. ما اعرفش عن تعمد ولا ايه، بس بيرموا عليها زباله، يعني بقت مقلب زباله، في سور منهم مقلب زباله. يعني الموضوع بيبقى غريب شويه يعني. انا نسيت، انا متاكده ان الدوله عايزه ده، وعايزه المشروع ينجح، لانه ده سياحه هتدخل البلد، يعني دولارات هتدخل البلد يعني. انا كمان دايما اقول لكل حد بقابله، اقول له احنا لازم نجيب المصريين اللي في الخارج دول السفراء بتوعنا. يعني النهارده لما اتفرجنا على الماتشات بتاعت كاس العالم، كمية المصريين اللي راحوا، اللي دفع 12,000 دولار عشان يحضر الماتش، وعشان بيحب البلد. المصريين في الخارج دول كلهم، او يعني 90% منهم بيعشقوا بلدهم. انا مش هتكلم على 10% الكل، لكن 90% بيحبوا البلد. خلينا نقول ان في 90% بيحبوا وبيعشقوا تراب البلد دي. انا ليه ما استخدمهمش؟ دول السفراء بتوعي من كل بلاد العالم. ده انا يعني مش عايزه احكي ان في دول مجاوره هم عددهم قد كده وعاملين لوبي رهيب. مفيش تنسيق كمان يا استاذه معاهم من داخل مصر، يعني كل واحد بره مصر بيحاول يشتغل لوحده، لكن لو في تنسيق مع الدوله المصريه يجمع كل دول تحت طائلته كان الموضوع اختلف تماما. انا صدقيني كتبت من شهر ونص على الفيسبوك عندي ان انا عايزه اعمل فندق في بني سويف وكذا، بصيت لقيت صحابي او الناس كله اللي هيشارك معاك، كله عمال، والناس كميه بعتوا لي على الخاص احنا فين، طب شوفي احنا معاكي، طب احنا عايزين ندخل. انا كنت حتى كاتبه، يعني طلعت في دماغي ان انا اكتب ان الشير هيبقى $1000. انا شركه مساهمه، واللي عايز يساهم بسهم، سهمين، 3، 10، 100، 1000،
صيغة كمية ناس. عايزين ومتخيل نشارك. في ناس بقى تقول لي انا فلان الفلاني ابن، ما هو لازم يجيب لي مثلا ابني مين، لان انا ممكن اكون مش عارفاه هو، وانت انت عارفه تعرفي مش عارفه مين يعرف. فلقيت كمية ناس تمام، ده خوفني. ده اللي خلاني انه حتى بعد ما الناس قعدت تقول لي طب قولي لنا مش عارفه ايه، خفت لانه ما اقدرش ان انا اتحمل مسؤوليه ناس جايه تساهم في حاجه ما تكملش او حاجه كده. وانا كنت خايفه طبعا انه يعني مش عايزه حد يضيع فلوسه، فاهمه. ده اللي خلاني ان انا قلت اتاكد الاول ان انا اللي بعمله ده مظبوط وانه هيمشي صح، عشان اعرف اقول لهم بقى يلا تعالوا نعمل شركه ونعمل. تقدري تبتدي من هنا. كذا حد وفي ناس صحابي من استراليا قالوا لي هنعمل شركه من استراليا، ادوني شويه افكار. يعني في عندي حد صاحبتي اسمها اميره قالت لي نعمل شركه في استراليا والناس تتجمع ومش عارفه ايه وندخل بالشركه بتاعت استراليا. في ناس من امريكا عملوا نفس القصه، من كاليفورنيا من عندنا. انا عايزه اقول لك يعني المصريين بالخارج بيبقوا حابين يشاركوا في مثل هذه الامور جدا، وخاصه ان الاستثمار في مصر حلو يعني قوي. انك انت الفلوس اللي بتحطيها على الاقل يعني 3 4 سنين ممكن تجيب لك 10 اضعاف، دي حقيقة. بس لما تتحط صح. بس استاذه نبيل، ده بالنسبه لمسار العائله المقدسه. مشروعات بقى تانية موجوده يعني، او حضرتك يعني بتكوني مسؤوله عنها، ايه تاني؟ انا عندي منصه اسمها منصه مرجانه. احنا اشتغلنا فيها بقالنا كذا سنه، احنا فشلنا 5 مرات ونجحت، يعني نجحنا نطلع اونلاين. احنا يا دوبك لسه طالعين من كام شهر، لكن احنا شغالين في اخر مره دي من 2.5 سنين. احنا بنعمل منصه بي تو بي، بزنس تو بزنس، لتصدير المنتج المصري، المنتج الزراعي والمنتج الصناعي والمنتج السياحي والفرص الاستثماريه، وحاجه خامسه اسمها الجينيس. دول ال5 حاجات اللي احنا بنصدرهم للعالم كله. يعني واحنا المنتج السياحي من ضمن الحاجات اللي عندنا السياحه الاستشفائيه والسياحه العلاجيه. يعني السياحه العلاجيه، يعني انت ممكن تبقي جايه مثلا تحضري رحله العائله المقدسه، انت عايزه تعملي دمج كمان. فعايزه تعملي اسنانك، عايزه تعملي عمليه تجميل، عايزه تعملي مش عارفه ايه في شعرك، عايزه تعملي ايه في ضوافرك، عايزه، فاهمه. في ناس بتيجي تعمل علاج طبيعي. احنا عندنا على فكره الطب هنا، يعني عايزه اقول لك ان احنا بنيجي من هناك نتعالج هنا. احنا عندنا دكاتره هايلين. عندنا التمريض اتحسن كتير. كنا دايما نقول عندنا دكاتره كويسه ومستشفيات كويسه بس ما عندناش تمريض، لا دلوقتي بقى في تمريض كويس. ف... ف... والطب فيه دكاتره كتير، يعني اللي هو بيعمل التحليل وبيعمل مش عارف ايه، بس عنده سنس عالي لدرجه ان هو بيبقى عارف ايه الحاجه. يعني هو بيطلب التحليل مش عارف ايه ويطلع كلامه صح بعد كده. ف... ف يعني احنا من ضمن الحاجات برضو اللي بنعملها في رحله العائله المقدسه واحتمال لو هنطلع مع بعض مرة تانية أكون أنا بقى اديتك كل حاجة اللي تخص السياحة العلاجية أو الاستشفائية مع رحلة العائلة المقدسة، هنربطهم ببعض شوية. يعني أنت ممكن تبقي وأنت جاية مثلا تحضري أسبوع، تحضري فيه تقدري تعملي شوية حاجات، لأن اللي هيتحط في الدكاترة اللي هتتحط في السياحة العلاجية هتبقى دكاترة سيرتيفاي، يعني مش اي حد، مش انت مش فيزيتا، هو مش بروجرام فيزيتا. فبلاتفورم مورجانا اللي هي البي تو بي دي للتصدير، وعندنا مورجانا دوت شوب دي للبي تو سي اللي هو اللي جوه مصر، زي امازون وسوق دوت كوم. مورجانا اللي هي البي تو بي زي علي بابا. حلو قوي. حلو. طيب بالنسبه للاماكن الدينيه او يعني تحديدا الخاصه بمسار العائله المقدسه، يعني اعلم جيدا مثلا دير العذراء جرونكا او دير البياض في غرف بتبقى للسكن وقت الناس اللي لما تروح تزور الاماكن دي. ما ينفعش نبتدي من هنا؟ لا، لان دي بصي دي اماكن خلوات، اماكن يعني للسياحه الداخليه، يعني لخدمه يعني فاهمه، يعني الموضوع ابسط من انه يكون سياحه، ده مش اماكن سياحيه. وانا في الحقيقه ضد انه الكنيسه تبقى اللي بتعمل سياحه. لا، الكنيسه كنيسه ليها الطقوس بتاعتها اللي محدش بيتدخل فيها يعني الكنيسه من جوه لازم تبقى
بقدسيتها كده بعيده كل البعد عن السياحه والاستثمار والبزنس والكلام اللي احنا بنتكلم. كل ده حلو، بس البزنس ليه الناس بتاعته والسياحه ليها الناس بتاعتها. والكنيسه برضو ك ك ك ككنيسه لا يعني ما ندخل، ما هو ان احنا ندخل الدنيا دي كلها في بعضها بنبوظ الكنيسه بنبوظ البيزنس، الاثنين بيبوظوا، مش حاجه فيهم بتنجح. لكن لما في حاله ان احنا نعمل بيزنس جوه الاماكن دي، هل مفيش بيزنس جوه الاماكن، يعني هو انا عارفه بيزنس ان هو بره هتبقى مش في جوه. الخارج لكن الكنيسه هيكون ليها يعني تصرف في هذه الاماكن، ولا دي هتبقى بعيده عن لا الكنيسه ليها خدمتها. الكنيسه حتى لو فيها كانتين ده بيبقى فعلا خدمه، يعني ما بيبقاش للربح، ده بيبقى ده بتخدمي بيه الناس الموجوده اللي عايزه تيجي تزور الدنيا البسيطه. لكن السياحه ده موضوع تاني. طب ما ده كان الاعتراض من بعض الناس ان المشروعات الاستثماريه ستتم خارج النطاق الكنسي. لا يعني ما الناس هي كلها لازم كانت تتعمل خارج نطاق الكنيسه. الناس لا هم ما حضرتك كانوش انا عايزاكي بقى خايفين. تفهمينا النقطه دي. لا هم ما كانش الخوف من كده. هو كان في القانون اللي كان مطروح، انت بتتكلمي عن القانون اللي كان مطروح. لا القانون اللي كان مطروح ده كان في بنود انا مش فاكراها قوي، بس هي كان ما معناها يعني ان هم عايزين يحطوا ايديهم على الاراضي المحيطه والاراضي، وكان الكلام مطاطي، ما بتبقيش عارفه هل الاراضي المحيطه اللي بره الكنيسه ولا الاراضي بتاعت الكنيسه اللي جوه السور. اللي جوه السور. كان الكلام كله مطاط. لا انت هتتكلم هتسيبي الموضوع كده، حتى لو سكتنا عنه دلوقتي انت بعد شويه حد يجي يقول لك بعد كده لا ده مكتوب كذا، ده القانون حتى لو احنا النهارده يعني ما كانش الناس فايقاله واتساب، كان بعد شويه يجي الناس بقى تطالب لك تقول لك لا احنا مسؤولين عن الاراضي. فده اللي جوه الكنيسه، احنا مالناش علاقه بالاراضي بتاعت الكنيسه ولا الاراضي اللي جوه الكنيسه. والكنيسه ما بتعملش بزنس، يعني الكنيسه غير مش بتعمل ربح، لكن هي ممكن تكون بتعمل حاجات، بتعمل انكم تقدر تصرف بيها على الخدمات اللي عندها زي كده حاجات الشؤون الاجتماعيه او الجمعيات او كده. لكن السياحه او البيزنس اللي بره ده بيزنس ولازم يربح، ولازم الناس اللي حاطه فلوس تاخد ربح. ما الناس مش طب هتستفاد ده فرق بينه وبين ايه تشاريتي. الاستفاده بقى للكنيسه بعد ما هنعمل مشروع ونطور الدنيا ونظبط الدنيا وسياح يعني؟ هل الاستفاده للكنيسه هي استفاده ماديه؟ لا الكنيسه مش الكنيسه بتعمل خدمه او لما بتعملي احياء للمشروع هل احنا بندور على استفاده الكنيسه الماديه للموضوع، ولا الاستفاده ان المشروع ده بتخلي العالم كله يشوف الرحله، ده نوع من انواع الخدمه. ف... لكن لو انت كمان اكيد الناس دي كمان لما تيجي هتتبرع، يعني هتحط تبرعات، لكن الكنيسه مش مستنيه فلوس من حد او مش مستنيه انها تكسب، يعني مكسبها الحقيقي هو الخدمه والمعرفه يعني ده المكسب الحقيقي للكنيسه، هو ده الهدف منه. تفتكري يعني ممكن بعد كل هذه الاحداث الكنيسه اتليست يعني ما تكسبش حتى ماديا، بس فقط هيكون الموضوع قاصر روحي على الناس اللي جايين ونوع من انواع التنشيط والتبرعات، وهذا يعني ده فقط ممكن الكنيسه ترضى بهذا الوضع؟ ولا بيكون برضو الجانب الربحي مهم برضو للكنيسه، لان انت عارفه الانشطه الكثيره، المرتبات وما الى ذلك، الحاجات الخاصه بالكنيسه؟ ما هو الكنيسة يعني ممكن تقدم، يعني بصي ده موضوع وده موضوع. لكن افرض الكنيسة مثلا زي في جبل الطير عايزة تعمل فندق، ما هتقدم على أرض أو هي عندها أرض تعمل فندق، ما فيش مشكلة، بس ده مش الفندق السياحي اللي انت بتجذبي عليه سياح. اوكي يعني احنا قلنا ان لازم يتعمل فيه خريطه سياحيه وفي بنك مشروعات يتعمل ويبقى خريطه استثماريه للمشروع كله. تمام. اوكي ده المفروض، عشان كده قلت ده لازم يعمله برضو يعني رئاسه الوزراء تدخل في القصه ووزاره التخطيط تدخل في الموضوع ده. وده لا يمنع ان الكنيسه تعمل ده، بس انا مش هعتمد على الكنيسه في الموضوع ده، لان الكنيسه ليها الدور الاساسي بتاعها الروحي. يعني ده اهم دور. هل التطوير هيكون لكل نقطه عدت عليها رحله العائله المقدسه؟ المفروض لان انت كل ما بتزودي ده يعني ده ثراء لان انت النهارده انت نوعي ان انت في مره واحده وانت جايه مثلا من امريكا هتروحي الرحله كلها دي من اول الفرما عايزه ايام كتير قوي.
فانت ممكن تعملي جزء والمره وتبقي تيجي السنه اللي بعدها تعملي جزء تاني والسنه اللي الموضوع بعدها كبير. تيجي موضوع كبير. ايوه طبعا. ده ثراء للموضوع، لان انت عشان تيجي من امريكا وعملتي ده ممكن تيجي تقولي مش لازم اعمله السنه الجايه، لكن لو انت لسه عندك اماكن تانية، المره دي عملتي رحتي نايل كروز، والمره اللي بعدها رحتي قعدتي في نبع الحمراء ورحتي ناحيه الناحيه التانية بقى ناحيه براري والحته دي بقى تاخدي الحته اللي هي اللي عند الدلتا. كنت سمعت برضو مره استاذ منير غبور كان بيقول ان هو عايز يربطها بجمصه او حاجه كده ويعمل، يعني عنده برضو كانت فكره حلوه جدا. فلو اتعملت بالشكل ده فانت عندك شويه هنا، عندك شويه في الصعيد، وعندك يعني تنوعي. لو نوعتي كل مره لا يعني واي نوت. بس المهم انك تقدري تعملي ده، تقدري تصلحي من كل النقط اللي موجوده. اكيد. في اماكن صعبه على فكره بيبقى يتم تصليحها يعني. بس الدوله لو عندها الويلنج ده والاراده لده طبعا اكيد انت اتفرجي على الطرق والكباري يعني انا النهارده واحنا جايين من بني سويف انا رايحه بطريق وراجعه بطريق وطرق في عظمه هايله، كده عظمه في الطرق، دي عظمه حقيقة. في الطرق وتوفير وقت رهيب. وبعد ما كنا بنمشي بنطلع من على الدائري، ومن الدائري ناخد الاوتوستراد ونطلع على طريق 15 ميل، يبقى في طرق دلوقتي من جوه من التجمع وكده ويطلعك على الاوسطي وينزلك. تحفه تحفه طرق وحاجه يعني. تطوير للشوارع غير عادي. انا حتى كمان لاحظته اول ما جيت، تطوير غير عادي للشوارع. حتى الشوارع وسعت، الكباري بقت كتير، الطرق بقت قليله. فده نتمنى نشوفه في مسار العائله المقدسه. بصي، هو المسار لو انت عايزه تشتغلي فيه من بكره، يعني حضرتك جاهزه، انا عارفه. انا جاهزه ان احنا نشتغل فيه من بكره طبعا. بس يعني الموضوع عايز صبر تنسيق، وعايز عايز اراده. تنسيق، عايز تنسيق واداره. يعني عارفه اي حاجه بتنجح بترتيب الاولويات، انك تحطي ايه قبل ايه يعني انا ممكن يكون عندي نفس الموارد اللي عندك، بس انا رتبتهم صح. هعمل دي الاول، بعدين دي، بعدين دي، بعدين دي، وانت ما رتبتيش نفس الترتيب انا ممكن انجح وانت مع ان احنا عندنا نفس الموارد نفسها بالظبط. طبعا. طب هنعمل ايه الفتره اللي جايه؟ لان عايزه اقول لك ان المصريين بالخارج نفسهم جدا في تطوير مسار انا لامسه ده وعماله اقول ده، انا لامساه، انا لامساه بجد. انا لامساه في المحيط بتاعي، ما بالك بقى لو الموضوع اتعلن عنه. بصي، هو الناس عايزه تبقى عندها ثقه. طبعا. و... و... وانا شايفه ان النهارده احنا في مصر يعني في اصلاح كويس جدا، وزي ما قلنا في طرق وكباري في حاجات كتير قوي بتتعمل في مناطق صناعيه. المنطقه الصناعيه اللي في بني سويف اللي انا بحكي، الحته اللي انا عايزه ابتدي منها، منطقه رهيبه. في منطقه صناعيه حلوه قوي في المنيا برضو تقدري تطلعي منها صناعات صغيره. حته ثانيه كمان. خلي بالك الصين قامت على الصناعات الصغيره والمتناهيه الصغر، احنا مش مهتمين بدي جدا، يعني مش مهتمين بيها خالص. يعني انا شايفه انه يعني خلاصه اللي احنا بنقوله ده، ان احنا لو ابتدينا نقعد على الترابيزه نعمل بنك مشروعات، نقول احنا هنبتدي من هنا وبعدين ممكن يتوزع. انا مثلا عايزه اعمل حاجات بني سويف، في استاذ منير عايز يعمل حاجات، الحاجات اللي هو عايز يعملها فيه. كل حد عايز يعني بنقعد كل حد يعمل حاجه يقدر يعملها. احنا عندنا مستثمرين كتير، وزي ما انت قلتي المصريين في الخارج عايزين يثقوا ويحطوا فلوس ويشتغلوا. يا رب الناس تسمعك وتسمع البرنامج بتاعك. هم عندهم استعداد، بس هم عايزين البدايه. ان لا، انا بتكلم على الناس في مصر يعني يسمعوك. في مصر طبعا. ويا ريت تبقى البدايه من البرنامج بتاعك، اتمنى ده. احنا يعني عندنا الثقه في حضرتك بتاعنا بدايه. ربنا يخليكي، ده من محبتك. طبعا في استاذ منير غبور، ان انتوا يعني من سنين بتحاولوا في مسار العائله. هو بقاله 25 سنه، انا ما لا اقارن بيه يعني. بس بتحاولوا كتير وبتجتهدوا وبتسافروا وبتروحوا ان انتوا تعملوا حاجه في المشروع ده. اولا لان ده مشروع جيد جدا للكنيسه قبل ان يكون حتى استثمارا. عارفه ان دي النقطه الاساسيه اللي بتلعبوا عليها يعني. تنشيط السياحه الدينيه لمصر، وده هيفيد
في البداية لمصر مش لحضراتكم في بداية الأمر، يعني ممكن كنوع من أنواع الاستثمار ليكم، لكن مصر هي الاستفادة الأولى أكيد طبعا. مصر يعني ربنا حباها لو بنتكلم عن مشروع العائلة المقدسة ده، وحباها كمان بناء عندنا صناعات يدوية كتير جدا حلوة. انت عارفة، انا نفسي ان انت تتبني القصة دي. احنا عندنا في مصر مثلا قرية حجازة في قنا، ما بين قنا وسوهاج. عندهم كان في 2 رهبان جزويت يعني علموهم يستخدموا خشب السرسوع او الروز جولد. اوكي، وبيطلعوا منه حاجات هي ما بتعملش حاجه انه بتتصدر. عندك قريه اسمها فوه، دي بتعمل كليم بالصوف وبالقطن، ما بتعملش حاجه انها بتصدر. كلمه تجنن. انا جايبه منهم في السخنه عندي. لما يعني لو جيتي شفتيهم تحفه. لان انت عايزه حاجه كله يدوي كله يدوي بالنول. عندنا الحرير الطبيعي في قرية من القرى بتاعت أسيوط، أنا مش فاكرة اسمها دلوقتي. عندك القرى اللي هي بتعمل الإشاربات دي، برضه في حاجة في سوهاج بيعملوا إشاربات بالكتان وبالقطن تجنن. احنا عندنا في مصر، وعندنا الناس اللي هي بتعمل البرجولات اللي هي بخشب الخشب بيجففوه بدل الخشب الغالي اللي هو بتاع المراكب ده، اسمه ايه؟ لا انا اصلي بنسى الاسماء. عندنا قرى بتعمل، قرى كامله بتشتغل في الحاجات دي. بس عندنا البامبو، صناعه البامبو دي زعلانه عليها انها قربت تندثر، لانه حصل غزو من البامبو اللي هو الراتان، اللي هو بديل البامبو اللي هو جاي من الصين. الراتان ده بيبوظ من الشمس وبيبوظ من الرطوبه، يعني لو جه عليه ميه. في حين ان البامبو لو نزلت عليه مطر هو لازم يتبل ولازم يجيله شمس عشان ما يسوس، فهو ده بتاع اول دور. فاحنا موتناه وموتنا الصناعه بتاعته وموتنا، يعني الناس اللي بتصنعه دلوقتي قليلين قوي قوي في ضرب البرابره 1 ولا 2. لان انا لما مره سالتهم فقالوا لي احنا الولاد الصناعيه اللي عندنا بقوا بيسوقوا توك توك، هيعملوا ايه طيب؟ فاحنا لو حد يتبنى برضو الصناعات دي الصغيره، ولو ابتدينا نصور مع الناس وابتدينا يعني عارفه نصور مع الناس، لان دي من الحاجات اللي بتميز مصر وصناعات احنا شاطرين فيها جدا. اليدويه طبعا جدا. استاذه نجين، انا مبسوطه جدا ان انا قابلت حضرتك. ربنا يخليكي، ده انا كمان. وعلى وعد بلقاء تاني، وبرضه عشمانين ان انت يعني يكون عندك صبر وقوه تكملي المسيره. لا كلنا نفسنا يعني. ما تقلقيش، انا عندي صبر كبير قوي، ما تقلقيش. استاذه نجين بشكرك.